السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يومكم هنا وسرور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. مرحب بكم معايا النهاردة في فيديو جديد وحصري. معانا النهاردة هنعمل مع بعض يا حبايب قلبي الرز المعمر الجبار، ومعانا الفراخ بتتبيل التكة الجبارة. خليكم معايا خطوة بخطوة وتابعوني. ما تنسوش يا حبايب قلبي تشتركوا في القناة وتدعمونا باللايك والشير والاشتراك. هنعمل الاول يا حبايب قلبي مع بعض ملوخية الخلاط. هنبدأ نعملها وازاي تفرزيها وتخزنيها كمان. معاكي يا حبيبة قلبي هنا زي ما انت شايفة كده جبت كمية من الملوخية، هعمل نصها وهبقي النص التاني هفرزه في الفريزر. زي ما هتشوفي معايا تقدري تفرزي كمية اكبر من كده. نجيب مع بعض زي كده الملوخية نغسلها ونقطفها ونظبطها ونحطها على الصينية بتاعتنا، ونجيب طبق فيه تلج. ومعانا هنا يا حبايب قلبي المية المغلية، هنحط مية مغلية ونحط لها معلقة من السكر ومعلقة من ملح الليمون، وهننزل عليها بالملوخية بتاعتنا. ولو عندك كربوناتو حطي حبة منه عشان الملوخية تفضل معاكي خضرة. زي ما انت شايفة كده يا حبيبة قلبي معانا الملوخية، هننزل بيها في قلب المية السخنة بتاعتنا وهنروح صاببينها على طول في المية المتلج بتاعتنا. اول ما هننزل بيها في الميه المتلج بتاعتنا هنديها الصدمه بتاعتها، وتفضلي تغيري في ميه ساقعه كل شويه. اهم حاجه الميه الساقعه، كل شويه تغيري في الميه الساقعه بتاعتها عشان خاطر الملوخيه بتاعتنا الجباره دي تفضل بلونها وجمالها الزاهي دوت الاخضر الجميل دوت. حتى بعد ما تفرزيها وتحطيها وتيجي تطلعيها تفضل معاكي من السنه للسنه. اهم حاجه الميه الساقعه، كل شويه غيري الميه بتاعتها الساقعه. اهي بنديها بس هي غلوة بس واحدة علشان خاطر لونها يفضل معانا طبيعي. اهو يا حبايب قلب المية المتلج معانا هنا اهو، هننزل فيها على طول بالملوخية بتاعتنا. تابعيني خطوة بخطوة يا حبيبة قلبي وما تسرحيش. اهو زي ما انت شايفة كده انزلي على طول بالملوخية بتاعتك على طول على المية مكعبات تلج. اهو شايفة المكعبات، انزلي على الملوخية على طول في المية المتلجة دي. المية سخنت معاكي ارميها وحطي مية بتلج جديدة. اهم حاجة في الملوخية الخطوة بتاعت المية ام تلج. خليكي معايا خطوة بخطوة يا حبيبة قلبي عشان خاطر تقدري تطلعي احلى ملوخية مفرزة معانا. هبدأ احط كمان مرة هنا في الحلة وهروح اعمل الملوخية التانية في الخلاط معاكم. اهي يا حبايب قلبي بننزل كده فيها في قلب الخلاط بتاعنا. انا عملتها معاكم على فكرة قبل كده بالهاند بلندر. تابعي على القناة وادخلي على القناة وشوفي ملوخية ال10 دقايق. اهي يا حبايب قلبي دي كده اهي حطيناها في الخلاط. لو لقيتيها معاكي مش عايز يضرب الخلاط معاكي اديها شوية مية من المية المغلية اللي على البوتاجاز بتاعت الملوخية. هنزل بالمرة التانية اهو معاكم بالملوخية تاني. اهم حاجه ما تسيبهاش تغلي قوي عشان ما تسودش معاكي ايدك فيها على طول. ممكن تسيبي الخلاط وتشتغلي على طول على الميه المتلجه دي. اهو زي ما انتوا شايفين ايدي هنا وهنا. اهم حاجه تكوني ايدك في الجهتين، من هنا لهنا من هنا لهنا من هنا لهنا زي ما انت شايفه كده على طول. تبقي سريعة على طول في خطواتك. اهي الملوخية اللهم بارك بالعرق بتاعها والمطة بتاعتها الجميلة. اهم حاجة عشان تعملي للملوخية بتاعتنا عرق وتطلع معاكي كويسة، تاخدي حبة من العود شوية لورا كده وانتي بتقطفي الملوخية علشان خاطر تطلع معاكي ليها المطة الجبارة اللي انتي شايفاها دي. انا هنا هخلطها شوية يعني اكتر من التانية عشان عايزة اعرف ايه الفرق ما بينها وهي مخلوطة قوي والفرق ما بينها وهي مخلوطة يعني ايه جزئية بسيطة. يعني انا خلطت جزئية خشنة وجزئية ناعمة عشان اجربها معاكم واقول لكم انهي احسن الناعمة ولا الخشنة. معايا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده هي الملوخية خضرة واللهم بارك. اهم حاجة ربع معلقة من الكربونات وكده على المية المغلية. زي ما حضراتكم شايفين كده هي معايا في الطبق بتاعنا. انا ضرباها ضرب خشن، وهعمل كمان مره هضربها ضرب ناعم عشان افرق زي ما قلت لكم ما بين ديت وديت، واقول لكم في التعليقات مع بعضنا. اللي حابه تقول لي، ولو عايزين فيديو اعمله لكم اعمل لكم فيديو كمان لتفريز الملوخيه خاص خالص بتفريز الملوخيه، واقول لكم انهي افضل طريقه نعملها بيها الملوخيه بتاعتنا ونفرزها ونشيلها. بس يا حبايب قلبي اللي حابب يعمل تفريز للملوخيه الافضل ليك ان انت كل ما تنزلي تشتري تجيبي كميه على قدك، وتبقي تزودي مثلا عليكي كيلو او 2 كيلو وتزودي في الملوخيه وتفرزي كيس او كيسين معاكي وانت بتعملي الطبخه بتاعتك دوت. هيبقى
هتبقى افضل ليكي، احسن ما تجيبي كمية كبيرة وتتعبي وتحسي ان انت عايزة تقطفي وتغسلي وتعملي. لا لا، وفرت عليكي كل دوت. وكل يا حبيبة قلبي ما تنزلي السوق، بدل ما تجيبي نص هاتي كيلو، بدل ما تجيبي كيلو هاتي 2 كيلو، هاتي 3 كيلو، فرزي فيهم واعملي منهم طبخة زي ما انت حابة، زي ما احنا بنعمل كده اهو. انا ضربت ديت ضرب ناعم قوي عشان زي ما قلت لكم نفرق ما بين ديت وديت. ندخل مع بعض يا حبايب قلبي بقى على الرز المعمر الجبار. مقاديرنا معانا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي: كوبايتين من الشوربة، علبة من اللبن، معانا مرقة دجاج وبهارات فراخ، فلفل اسود، ملح، معانا زبدة، كوباية من الزبدة، معانا كيلو من الرز. كيلو الرز بياخد كيلو من اللبن الجاموسي اللي بقشطته بخيره. بس انا النهارده حبيت، ناس كتير في التعليقات قالوا ان الرز المعمر مش بيحبوه باللبن الجاموسي السايب، فحبيت انا النهارده اعمله بطريقة مختلفة لحبايب قلبي اللي مش بيحبوا اللبن الجاموسي وبيحبوا اللبن المعلب. فانا حبيت النهارده اعمل لكم الخطوه ديت عشان اللي حابب ياكل رز معمر وبيحبه ياكله بالطريقه اللي تعجبه. علشان كده النهارده انا بعمل لك يا حبيبه قلبي يا اللي مش بتحبي اللبن السايب، بعمل لك باللبن العلب كل حاجه زي ما انتوا بتحبوا كده. هنعمل مع بعض الرز المعمر باللبن اللي هو العلب، بس مش هيبقى له وش قوي علشان خاطر دي لبن علب ما بيبقاش فيه دسم كامل. فعشان كده انا هعمل معاكم، هنكتر مع بعض الزبدة شوية علشان خاطر برضو يدينا وش حتى ولو بسيط. اهو يا حبايب قلبي انا نزلت بالتوابل بتاعتي زي ما انتوا شايفين: الفلفل الاسود ومرقة الدجاج والملح والبهارات بتاعتنا. مش حابة بهارات بلاش منها، في بهارات فراخ، في بهارات خضار اللي انت حابه حطي، وفي بهارات رز كمان لو حابه. بس انا كانت عندي بهارات الخضار فانا حطيت بهارات خضار زي ما انتوا شايفين كده، او بهارات فراخ. انا بصراحه عملت ميكس من ده ومن ده عشان يديني طعم وريحه حلوه للرز. هنزل عليها باربع كوبايات من اللبن، يعني علبه اللبن بتنزلي بيها على كيلو الرز. هي علبه اللبن يا دوبك بتاخد معانا 4 كوبايات. هننزل مع بعض يا حبايب قلبي ب4 كوبايات من اللبن على كوبايتين من الشوربه زي ما هتشوفوا كده معايا. حبايب قلبي ما ينسوش معايا اللايك والشير والاشتراك في القناة عشان تدعمونا ويوصلكم مننا كل جديد يا حبايب قلبي. هننزل مع بعض اهو بكوبايات اللبن زي ما انتوا شايفين كده، وهننزل مع بعض كمان بكوبايتين الشوربة. اهم حاجة كوبايتين الشوربة، سخني الشوربة كده كويس وانزلي على الرز بتاعنا. الرز ده كان منقوع ومغسول عشان خاطر مرحلة السوا تبقى كويسة، والشوربة معانا هنا هتديكي فلفلة جميلة جدا للرز بتاعنا عشان ما يعجنش معاكي. ما تكتريش في الشوربة، اهم حاجة معانا اللبن. اللبن بتاعنا اهم حاجة في الوصفة بتاعتنا بتاعت الرز المعمر ده، سواء حلو او حادق. حابة تعملي حلو بتبدلي، بدل الشوربة ديت بتحطي كوبايتين من المية، وبدل الملح بتحطي سكر زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي. انا هنزل كده بالزبدة بتاعتي، انا حسيت ان هي كتيرة شلتها، شلت جزئية منها بس هرجع احطها برضو تاني زي ما انتوا شايفين كده علشان خاطر يديني وش شوية للرز بتاعنا. لان الزبدة بتاعتنا ديت بيبقى فيها نسبة كده من اللبن كده، فبتدي برضو ايه وش معانا حلو كده للرز. فحبيت اكتر شوية في الزبدة عشان خاطر اللبن بتاعي دوت مفهوش ايه، مفيهوش دسامة قوي زي اللبن الجاموسي. وابقى اعمل لكم برضو الرز معمر للجماعة اللي هم بيحبوا اللبن السايب، هعمله لكم اوريكي الوش بتاع الرز المعمر باللبن السايب هيطلع معانا عامل ازاي. زي ما شفتوا كده يا حبايب قلبي انا هقلب الرز بتاعي كويس جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا نزلت بكوبايه من الشوربه اهو معانا تاني. حسيت ان الرز محتاج برضو عشان السوا بتاعه ما يبقاش ني معايا، فانا لما احس ان هو محتاج شويه بحط شويه من الشوربه. حابه تحطي لبن حطي اللبن افضل برضو، بس انا خلاص كانت العلبه عندي خلصت فحطيت كوبايه من الشوربه. يعني انا نزلت في الرز بتاعي دوت بكوبايتين ونص من الشوربه او 3 زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي كده. اهو الرز بتاعنا خلص وخلاص كده اللهم بارك. هدخله بس على الفرن، تدخليه على درجة حرارة 170 او 180 زي ما انت شايفة كده. يا ريت تدخليه الاول على درجة حرارة عالية وبعدين بتوطي النار شوية عليه. اهو يا حبايب قلبي هلفه كده بالورق الفويل زي ما انتوا شايفين كده. هلفه لفة كويسة كده عشان خاطر ايه ما يتحرقش معايا. اهم حاجة تاخدي بالك من السوا بتاعه في الفرن. اهو كده هنزل عليه على طول بالورق الفويل كده والفه لفة كويسة
انا بقطع معاكم هنا الورق الفويل اهو. بصي يا حبيبه قلبي كده بتقفليه كده كويس عليه، بتكمريه جامد جدا عشان خاطر البخار بتاعه يسوي معانا الرز برضو، ويبقى معاكي الرز جميل جدا. مش قادره اوصفلك طعمه وجماله عامل ازاي. ولو كمان عاملاه في الفرن البلدي مش قادره اقولك هيبقى يطلع معاكي عامل ازاي. بس انا طبعا عندي فرن الكهرباء، فانا بحط في فرن الكهرباء، فانتوا زي ما تحبوا. اللي عندها فرن بلدي تشتغل عادي مفيش مشكلة، ويطلع معاها احلى بكتير كمان من فرن الكهرباء. اهو يا حبايب قلبي كده انا هدخله على طول على الفرن اهو زي ما انتوا شايفين. هنحطه في الفرن على طول كده على درجة حرارة 180، نعلي النار عليه، نعلي الفرن عليه شوية، وبعد كده نقوم نوطينه ل 160 درجة كده ونسيبه ياخد سوا براحته علشان خاطر ما يتحرقش معانا. انا هنا هنزل بالملوخيه الناعمه بتاعتي، عايزه اجربها معاكم، فهعمل ايه حبه ملوخيه جنب الرز المعمر بتاعنا. فانا نزلت هنا الملوخيه بتاعتي ما كانتش محتاجه اكتر من كوبايه من الشوربه، وهنزل عليها بمكعب مرقه. بس طبعا انا ما حطيتش في الشوربه، فهنزل بمكعب المرقه كده هعمله في حبه شوربه، وهنزل عليه قدامكم كده زي ما هتشوفوا كده معايا اهو يا حبايب قلبي. مكعب المرقه حطيته في حبه شوربه ونزلت عليه على طول على الملوخيه بتاعتنا وحبه ملح. هبدأ بقى بوريك المطة بتاعتها اهو. هبدأ اعمل في الايه في التوم بتاعي، واحمر لها التومة بالكزبرة الجميلة بقى، واحلى ملوخية. وكلي بألف هنا وشفا على قلوبكم يا حبايب قلبي. الاكل بصراحة يستاهل بقه. هجيب طاسة اهو يا حبايب قلبي وانزل فيها انا هنا عندي كنت مسيحة ليا، فهنزل بمعلقة من اللية على معلقة من السمنة العادية اهو يا حبايب قلبي. اللهم بارك زي العسل. ومعايا راس توم كاملة فرمنها. انا هنا ده متفرز عندي التوم، انا بفرزه من اول ما بينزل التوم بفرزه. هوريكم طريقة تفريزه ان شاء الله. تابعوا معايا على القناة بإذن الله، هتشوفوا التفريز التوم معايا اول ما ينزل في السنة الجديدة بإذن الله. اهو يا حبايب قلبي انا بفرزه من السنة للسنة، انا طول عمري بستخدمه كده من السنة للسنة بفرزه. عشان الوقت معاكي في الاكل وعشان التفصيص والكلام ده كله، لا انا بحب استخدمه اول ما الثوم بينزل بفرز على طول. اهو يا حبايب قلبي الملوخية زي ما انتوا شايفينها هيك. تقدري تشيلي الرغاوي بتاعت الخلاط ديت عادي مفيش مشكلة، شيليها. بس انا شلت منها اللي قدرت عليه، وعايزه اسرع معاكم زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اسرع في الاكل لان كانوا الولاد جعانين جدا، فكنت بعاوز اسرع في الاكل وبعمل كمان معاكم الفيديو عشان اوريكم الطريقه معاكم. اهو يا حبايب قلبي نزلت بالملوخيه بتاعتي، طشيت الملوخيه في الطاسه بتاعتي. انا بحب اتشها على طول في الطاسه بتاعتي الاول. وهي المطه بتاعتها زي ما انت شايفه اللهم بارك، اكنك خرطها بالمخرطه معاكي اهو يا حبايب قلبي. وهندخل بقى على الفراخ بتاعتنا العظيمة ديت بالتتبيلة بتاعت تكة. انا اشتريت باكو وعلبة كده مكتوب عليها تتبيلة تكة، وحبيت اجربها معاكم. لو كده نعرف البهارات بتاعتها باذن الله مع بعض، وهشارككم اقول لكم بهاراتها وتتبيلتها باذن الله لو حابينها في البيت. حابين تجيبوها بواكي زي ما انا كنت جايبه كده ومسرعه مع نفسي كده على طول عايزه اخلص الاكل، فطبعا كان عندي باكو من التتبيله بتاعت تكه. فطبعا ايه عملت على طول نزلت بمعلقتين من التتبيلة، عليها معلقة من الزيت او السمنة زي ما تحبي، يعني سمنة بلدي مفيش مشكلة، زيت مفيش مشكلة. انا نزلت اهو زي ما انتوا شايفين عليها ودخلتها الفرن اللهم بارك، وطلعت زي ما انتوا شايفين كده. والرز المعمر بتاعي الجبار اهو خلص معايا واللهم بارك. الاكل زي العسل. والرز طبعا خد زي ما انتوا شايفين كده يعني وش بسيط خالص، يعني ما ادانيش الوش اللي هو بتاع اللبن السايب ده، خد وش بسيط خالص. والملوخيه اهي، وده ليمون مخلل مخللاه من السنه اللي فاتت اللهم بارك على شكله جميل قوي. والمخلل العادي بتاعنا اللي بنشتريه. وهو يا حبايب قلب ألف هنا وشفا على قلوبكم. وانتظروني في فيديو جديد مع بعض. يا حبايب قلبي ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.